السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. عايزة اقول لكم انا مصدومة جدا من منظر الشقة بتاعتي، حاجة صعبة جدا وزي ما انتم شايفين بتتكلم عن نفسها. يعني مش هقدر اوصف لكم اكتر من كده، كل حاجة باينة بالتفصيل. شايفين بقى الكركبة، شايفين المدعكة. عايزة اقول لكم كمية الغسيل، انا والله العظيم لسه لما الغسيل حالا في السبت، لسه ما طبقتوش. بس عايزه اقول لكم انا لميت بقيه الهدوم دي كلها اللي في الارض واللي هنا واللي هنا. عايزه اقول لكم انا جمعت كميه غسيل يعني قد السبت مرتين تاني. يعني عايزه اقول لكم بقى كميه المواعين متبهدله، كل حاجه مش متنظمه خالص. طبعا انا لما حاجه العيد كلها عشان لما اجي افرش في العيد احس بفرش العيد كده ليه بهجه كده، ويعني ايه، تحسي الشقه اليوم ده بتبقى مترتبه. طبعا هنا عايزه اقول لكم انا خلاص بقى الوقت ده انا بنم بقى في حاجه الشتاء، خلاص لميت حاجه الشتاء. طبعا كده خلاص واقفه بس اغسل البطاطين والحاف، كده بقى انا كده خلصت. والحاف التاني بصراحه نضيف، يعني الشتاء ده مفرشتوش قوي، يعني افرشه بس منظر، بس مش بنتغطوا بيه. طبعا زي ما انتم شايفين هلم بقى الملايات وهبدا انفض وهرتب الدنيا كده كلها عشان ايه، خلاص يجي بقى العيد كل سنه وانتم طيبين يبقى الفرش جاهز. طبعا انا باجي بقى من المحل مبقاش قادره خلاص اعمل اي حاجه تاني، هم شويه الاكل اعملهم وكده مع السلامه، ما اقدرش اعمل اي حاجه تاني. بس ساعات باخد يوم اجازه كده او يومين بصراحه بيدوني، ببدا ايه انضف فيه الشقه كامل. يعني زي ما انتم شايفين بصوا الاولاد مطلعين الهدوم بتاعتهم كلها وانا كمان طلعتها عشان خلاص كده صيفت لهم. انتوا شايفين بقى منظر الجو. طبعا ابني هنا خلاص تعب الليل، فرش هنا بقى في الارض وراح نايم. طبعا عشان لسه ما كنتش مركبه مراوح، فتح البلكونه والجو حر جدا. شايفين بقى منظر الاوض عامل ازاي، كميه الكركبه والغسيل. بصوا الهدوم، عايزه اقول لكم انا اولادي في كل حته، هي الصبيان حاجه صعبه. وعايزه اقول لكم انا من ضمنهم برضو، يعني الهدوم مش بقيت احطها بالنظام بصراحه خالص، باجي من الشغل مبقاش قادره. طبعا هنا بقى السكر مقلوب والشاي مقلوب، والملح برضو هنا. بصوا كميه الازاز كلها خلصانه، كانت اليومين بصراحه الميه قطعه، نشرب ومفيش بقى الميه من التانية. طبعا بصوا يعني كميه الاكل بقى خلاص اللي هبدا اطلعه من التلاجة بقى وهغسل التلاجة. غسلت اللي هو الديب الفريزر برضو. ابدا ايه هرتب الدنيا كلها، والحاجه اللي في ملهاش عايزه في التلاجة كله هيترمي. طبعا هبدا ارتب بقى تنظيفه العيد، قلت ايه عشان قبل العيد كده ابقى ايه في حاجات بسيطه جدا اخلصها، مبقاش ضغط عليا جامد. طبعا انتوا شايفين بقى منظر الشقه. عايزه اقول لكم ادعوا لي كده دعوه حلوه كده منكم اللي انا اخلص الشقه دي. عايزه اقول لكم انا تعبت جدا جدا، يعني عايزه اقول لكم انا يعني بقيت كل يوم اعمل حاجه بصراحه، عشان ما اعملهم كلهم مره واحده هتعب. بس كده لو وصلتوا لغايه دلوقتي معايا ما تنسوناش بلايك من ايديكم الحلوه واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم. والسلام عليكم.